السلام عليكم يا شباب، اخباركم شنو؟ ان شاء الله كويسين. رجعنا لكم مره ثانيه بفيديو جديد. لو اول مره بتشوفنا لايك شير متابعه اشتراك في القناه وتفعيل الجرس الصغير ده عشان تصلك الفيديوهات الجديده. طبعا الليله عندنا قصه كده حقت شاب سوداني او تقريبا اسره نزحوا بسبب الحرب ومشوا لولايه كسلا، ومن هناك عملوا مشروع صغير بتاع زراعه وشنو. المهم حاولوا يعني يحسنوا وضعهم زي كل الناس اللي نزحت بسبب الحرب وحصلت لها مشاكل. اللي كان دكتور رجع عادي، واللي كان مهندس بقى شنو شغال عادي. المهم الشغلة كلها جاطت مع بعض واتلخبطت بسبب الأحداث الأخيرة في السودان. فالليلة جينا نسمع القصة دي مع بعض ونحاول يعني نستفيد منها ونشوف العبرة شنو من الكلام ده. تمام يا شباب، يلا نشوف مع بعض. السودان، نسأل الله أن يصلح حال السودان ويجمع قلوبهم على التقوى ويقيهم شر الفتن يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. الأخ علاء الدين عبد الله يقول أنا عايش في الخرطوم، ولما صارت الأحداث الأخيرة وبدأت النزاعات المسلحة في الخرطوم اضطر الناس للنزوح من الخرطوم بسبب العمليات القتالية. فعلا. يقول طلعت أنا ورحنا بعوائلنا إلى ولاية كسلا السودانية، وانخرطنا في مشروع زراعي نزرع الخضروات وما الخضروات ونسترزق منها. كان من ضمن الشباب اللي يساعدوني في العمل ولد أخوي طبيب بيطري، كان في الخرطوم يشتغل ووضعه زين، لكن لما نزحنا صار شبه عاطل، فجاي يشتغل معنا ويطقطق معنا، يطلع له مبلغ كذا يعني يساعده. في يوم من الأيام يقول الأخ علاء الدين عبد الله، يقول في يوم من الأيام وأنا في المزرعة في الحقل، يقول لقيت الطائر هذا متأثر جناحه، يعني مصاب. يقول فكسر خاطري، يقول طلعت فيه كذا وقلت هذا يا أخي لو تركته بيموت واحتمال تأكله القطط كذا، فليش ما آخذه لعلنا نعالجه. ولد أخوي بيطري إن شاء الله يعالجه. يقول أخذت الطائر، جميلة. وإذا على ظهر الطائر فيه جهاز تتبع GPS. جهاز التتبع هذا مربوط على ظهر الطائر، يعني كأنه علبة كبريت صغيرة كذا، وعليه في رجله حلقة مكتوب عليها بعض البيانات وكذا. يقول فعرفت أن الطائر هذا مهم يعني. يقول أخذته الولد أخوي الطبيب البيطري، قلت له يا فلان عالجه شفه هالضعيف. قال أبشر يا عم أبشر، يعني وقعت على المختص، الله يوفق إن شاء الله ونعالجه. يقول لما شافه ولد أخوي قال هذا الطائر واضح أنه مهم، واضح أنه متتبع، يعني في جهة بحثية معينة تتابع هذا الطائر. أخذ البيانات الموجودة على الحجل، وإذا هي تابعة لمركز أبحاث نرويجي موجود في مدينة راوند النرويجية على الساحل الغربي للنرويج. أخذ الرقم وأخذ اسم المركز الأبحاث، دخل على النت وحصل فعلا مركز الأبحاث، أخذ البريد الإلكتروني تبعهم تبع مركز الأبحاث في روند. طبعا في روند هذه واحد من مراكز الأبحاث، لكن المركز الرئيسي في أوسلو في العاصمة النرويجية. سبحان الله. يقول بدأ يراسلهم بريد إلكتروني ويخبرهم أنه وجد طائر موجودة عليه أجهزة خاصة فيكم. صور لهم الطائر وأرسل لهم هذه المعلومات. ردوا عليه قالوا له فعلا الطائر هذا من الطيور المهمة عندنا، وهو طائر مهاجر عابر للقارات، في فصل الخريف يروح لأفريقيا، ينتقل من أوروبا إلى أفريقيا، وإحنا فقدنا الإشارة بهذا الطائر. فقال لا الطائر موجود عندي وأنا قاعد أعالجه. فقالوا له نرجو منك يعني اطلعنا تقارير مستمرة عن حالة الطائر. وفعلا بدأ أخونا هذا الطبيب البيطري السوداني يتابع حالة الطائر ويعالجه أول بأول، ويرسل لهم تقارير شبه يومية عن تطور حالة هذا الطائر واستشفاء هذا الطائر، حتى وصل لمرحلة يا سلام. خلاص شوفي الطائر
وكان أرسل لهم عدة تقريرات بالصور يوضح لهم حالة الطائر. انتهى من استشفاء الطائر وأخبرهم أنه أنا الآن سأطلق الطائر، وفعلا أطلق الطائر، والطائر انضم إلى سرب الطيور المهاجرة، واتجهت الطيور إلى إثيوبيا. تواصلوا معه مركز الأبحاث، تواصلوا مع صاحبنا هذا الطبيب البيطري وقالوا له نشكرك، استطعنا التقاط إشارة من الطائر وأنه وضعه تمام، وفعلا انضم للسرب وانتقل السرب إلى إثيوبيا، وبياخذون جولتهم هذه الطيور ثم ترجع لأوروبا. نحن نشكرك. مركز الأبحاث هذا في روند خاطب مركز الأبحاث الرئيسي في أوسلو في النرويج، ووصل الخبر لمديرة مركز الأبحاث. مديرة مركز الأبحاث أعجبت كثيرا بهذا الشاب السوداني الجميل، هذا الشاب المسلح بالعلم والمعرفة، القادر على يعني أولا امتلاكه للجانب الإنساني في حرصه على علاج الطير، وهذا نابع من دينه وعقيدته التي تحثه على هذا. وأيضا لاحظت على هذا الشاب قدرته الفائقة على التواصل والحصول على المعلومات، توصل إلى مركز الأبحاث، تواصل معه، وقدرته الفائقة على كتابة التقارير. فهذا الشاب واضح جدا قدراته العلمية. تواصلت معه مديرة مركز الأبحاث وأرسلت له بريد إلكتروني وقالت له نحن اطلعنا على العمل الجميل اللي أنت عملته، ويسعدنا ويشرفنا أننا نعرض عليك أن تنضم إلينا في مركز الأبحاث. لذلك أرجو منك إن وافقت مبدئيا أنك ترسل لي شهاداتك المصدقة، شهاداتك الطبية المصدقة حتى نطلع عليها. وفعلا أرسل لهم بعد ما استخار، أرسل لهم أوراقه، تواصلوا معه وقالوا له تمام، وضعك تمام، احنا بنرسل لك العقد وبنود العقد بيننا وبينك. وفعلا كان العقد مجزي، وكانت الحوافز اللي سيحصل عليها والمركز اللي سيحصل عليه مركز جميل وممتاز. راح هو هذا الشاب إلى بورت سودان واستلم حوالة أرسلوها له من النرويج، حوالة مالية، وانتقل هو من بورت سودان إلى القاهرة في مصر، وراجع السفارة النرويجية حتى استطاع استخراج التأشيرة بناء على توصية مركز الأبحاث هذا، واستطاع الوصول إلى مركز الأبحاث، وهو الآن موجود في النرويج يعمل كباحث معهم في مركز الأبحاث. ما شاء الله. السبب ما هو؟ طائر صغير مكسور الجناح أو كان يعني متعرض لإصابة. يعني أبسط الأسباب يجعلها الله سبحانه وتعالى عونا لك وتوفيقا لك في الدنيا والآخرة. ليست العبرة يا جماعة الخير في أنه يذهب للنرويج، العبرة أنه الله سبحانه وتعالى رزقه من حيث لا يحتسب. الرحماء فعلا يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا سلام، شفتوا الكلام ده كيف؟ يعني طائر بس انت تلقاه كده تساعده يعمل لك الكلام ده كله. يعني العبرة شنو من القصة دي؟ زي ما قل لكم، العبرة في المساعدة وتقديم العون يعني على أي حاجة، ما ضروري الطائر بس. فما شاء الله محظوظ والله. طبعا يا جماعة أنا أول مرة أسمع القصة دي يعني معاكم، فبصراحة ما سمعت بها قبل كده، وحاليا في فترة الحرب دي يعني ما عارف ليه ما تكلموا عنها وظهرت حاليا بس. لكن حاجة جميلة جدا جاءته في محله. يعني الحرب دي يا جماعة في ناس كده مشهد معاملة الخير، وفي ناس ضرتهم ضرر شديد. المهم يا عزيزي المشاهد، لو سمعت القصة دي قبل كده يعني في أي مكان اكتب لي في التعليقات هل فعلا الكلام ده صح ولا لا. ولو عجبك النوع ده من الفيديوهات برضو ممكن نجيب لك مرة تانية ونحاول ننوع شوية. فأدعم الفيديو بالمشاركة والتعليق الجميل زي اكتب لنا تعليق إن شاء الله أي حاجة تحت في التعليقات، والمشاركة واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تصلك الفيديوهات اللي بننزلها في المستقبل. يعني هتكون مختلفة وفيها تنوع، فالمهم تعمل متابعة ومشاركة. تمام لحد ما نلقاكم في حلقة جديدة. السلام.